في البداية هاتكلم عن لماذا ضرورة بناء الديمقراطية في مصر والقواعد الخمسة الأساسية لبنائها. ولكن أحب الأول أتكلم عن الديمقراطية. الديمقراطية هي مطلب عادل وشرعي، وهي المنهج العلمي الوحيد لحياة المجتمعات المعاصرة لتعزيز التنمية البشرية للتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي. النظام الديمقراطي أو ما يسمى حكم الشعب هو أفضل نظم الحكم اللي يعرفها الإنسان حتى اليوم. ركائزه الأساسية هي حرية الرأي وحرية الفكر وحرية العقيدة والتداول السلطي السلمي للسلطة، وهو أسلوب حياة بيصلح لجميع مكونات المجتمع. بينفع للأسرة والمدرسة والنادي وكمان طبعا للأحزاب والنقابات. الأدلة لتميز هذا النظام كتيرة، من بينها أن جميع الدول الناجحة هي دول بتطبق الديمقراطية، وهم الأفضل على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي. الديمقراطية استطاعت أن تحقق أهم مطلب، وهو العدل للبشرية كافة في أعلى درجاته، لما حققت الانتصار على التمييز العنصري في معظم دول العالم، وكمان لما كسرت فكرة تفوق الجنس الأبيض، حتى أنه أصبح رئيس أقوى وأغنى دولة في العالم من أصول أفريقية، وأصبح السيناتور والقضاة والعلماء والحائزين على جوائز نوبل من أصول غير أوروبية. ومؤخرا أصبح رئيس وزراء بريطانيا اللي هي الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس. آه، هو كمان من المستعمرات الآسيوية، من أصول آسيوية. قبل ما أتكلم في التفاصيل القواعد الخمسة، أتكلم عن مؤشرات وتصنيف الديمقراطية لعام 22 اللي عملته الإيكونوميست. صنفت دول العالم إلى 4 مجموعات. التصنيف الأول ديمقراطيات كاملة، وبتشمل 24 دولة وبتمثل 8% من تعداد السكان، زي موجود في صفحة 2 التصنيفات الأربعة اللي موجودة قدامكم. وزي ما قلنا والتصنيف ودون في الدول الإسكندنافية كلها، وبينها كندا وألمانيا وبريطانيا واليابان. وترقت للترتيب ده 3 دول هم شيلي وفرنسا وأسبانيا. التصنيف الثاني هو ديمقراطيات معيبة أو ناقصة، يعني لم تكتمل، مش في مستوى التصنيف الأولاني، ودي بتشمل 48 دولة وبتمثل 37 من تعداد سكان العالم، وبينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وتونس هي الدولة العربية الوحيدة اللي بينهم. التصنيف الثالث وهو نظام مختلط، وبيشمل 36 دولة وبتمثل 18% من تعداد سكان العالم، وهي بتخلط بين ممارسات ديمقراطية كانتخابات تؤدي إلى تغيير الحكومة، ولكن لا يزال فيها استبداد وعدم توفر للحرية وعدم توفر لسلامة الناخب، زي كده يعني. وبيضم التصنيف ده دولتين عربيتين فقط، هما المغرب ولبنان، وكمان في تركيا في التصنيف ده. التصنيف الرابع وهو التصنيف اسمه للأنظمة السلطوية مستبدة، بيعتمد بقاء الأنظمة دي على قمع السياسي وإقصاء المنافسين. التصنيف ده بيشمل 59 دولة في قاع القائمة، بتمثل 37% من تعداد سكان العالم، ومنها باقي طبعا كل الدول العربية موجودة بدرجات قمعية مختلفة، وباستثناء ال3 دول اللي ذكرناهم. وللأسف مصر نمرة 131 في الترتيب، وسوريا 163 في ذيل القائمة، وطبعا كوريا وأفغانستان في الآخر خالص. يعني ما معناه حوالي 60% من العالم بيعيش أو بيحاول يعيش في نظم ديمقراطية، بينما 40% منه في حالة أنظمة استبدادية وديكتاتورية سلطوية وهكذا. في 75 من دول العالم يعني قدرت تحسن ترتيبها في السنة اللي فاتت،
بينما البعض تأخر للأسف زي مصر تأخرت لترتيب 130. مصر تحتاج علشان تطبق الديمقراطية إنها تأسس بناء قواعد الديمقراطية الأساسية، وهم 5 قواعد زي ما ذكرنا. أول قاعدة هي زي ما في صفحة 3، هي التحول إلى دولة مدنية وتداول السلطة. مصر زي ما احنا عارفين بطبيعتها معتدلة، دولة مدنية لا يصلح فيها تطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية كبديل للمذاهب الأيديولوجية السياسية والديمقراطية اللي متعارف عليها، إلا بالقدر طبعا المقبول الذي يتمشى مع تقاليدنا وعاداتنا الشرعية وهكذا. وكمان وده اللي كانت فيه 100 سنة اللي فاتت، كانت مصر كانت دايما معتدلة في كل حاجة. بنشوف في سلايد 3 كانت من عشرات السنين، بس كانت في وضع مختلف خالص. كمان ما يصلحش فيها الحكم العسكري، بدليل أنه فشل تجربته لأكثر من 70 سنة، وبدليل أن ثورات الربيع العربي اللي بالفعل أطاحت بحكم الدكتاتوريات العسكرية في تونس ومصر وليبيا واليمن والجزائر والسودان، وده خير دليل على فشلها وضرورة استبدالها بحكم مدني يحقق تداول السلطة. وده الصراع المرير حاليا للتحول إلى هذه الدول إلى دولة مدنية. التحول طبعا بيقتضي العمل على بناء فكرة الدولة المدنية وتوضيح مميزاتها من خلال الإعلام، ولازم طبعا الإعلام يبقى إعلام حر، ووسائل التواصل، ولزيادة نسبة المشاركة الانتخابية. طبعا نسبة المشاركة الانتخابية متدنية جدا في مصر، قريبة من أفغانستان مقارنة لبقية العالم. بيقتضي كمان ان احنا نغير النظام الرئاسي الى نظام برلماني. ده شرط برضو اساسي. تفعيل مشاركة الافعال السياسية الاحزاب السياسية زي ما شايفين في صفحة 5. الاحزاب السياسية في متدنية جدا، وكانت من زمان في السبعينات حتى، ومن 1905 كان حالتها احسن من دلوقتي. وكمان بيقتضي العمل على إعداد تدريبات والإرشادات اللازمة والاستفادة بالخبرات لمسايرة التغيير اللازم لتحول الدولة مدنية. بيقتضي كمان العمل على إعداد استفتاءات واستطلاعات شعبية نزيهة لدعم الموافقة على تغيير بنود الدستور المعني. القاعدة الثانية هي حرية التعبير والصحافة. زي في صفحة 6 هنلاقي إن مصر ترتيبها متدني جدا ما بين 170 دولة، حاليا هي 168، مع إنها كانت في 2002 كانت في ترتيبها 101. لذلك لازم العمل على إشراك عدد أكبر من طبقات الشعب في إبداء الرأي من خلال المنابر السياسية والإعلام المستقل والتواصل الاجتماعي. لازم العمل كمان على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورا كبادرة إن إحنا بنتحول فعلا. السماح طبعا بالعودة للمنفيين من بلادهم لأسباب سياسية، والعمل على نشر ثقافة الحوار البناء وتقبل النقد من أجل الصالح العام. وده كله ده محتاج آليات لنشر هذا الكلام. القاعدة الثالثة هي الخطاب الديني والشريعة. لازم طبعا يتغير الخطاب الديني في الثقافة المصرية، لأنه الخطاب الديني بيناهض الديمقراطية، ما بيشجعش، وبيشجع الطبقية، بيقبل عدم المساواة، بيسعى إلى التواكل. كل ده موجود حقيقة. لازم ما نغميش عينينا عن كده. لازم كمان يتصحح مفهوم اللي في الخطاب الديني ان هو ان اللي بيطالبوا بتغيير الخطاب دي مش معنى ان هم كفر او حاجه. العمل على توضيح خطوره الاسلام السياسي، لان الاسلام السياسي ده خطير جدا على يتدخل يقحم الدين في السياسه، لان متطلبات الانسان المتغيره والمتطوره هي بالعقل القرن ال21 مش بعقليه مفاهيم القرن السادس طبعا. القاعدة الرابعة هي الفساد والمحسوبية. زي ما احنا عارفين الفساد
آآ زي في صفحة 8، ال الفساد بيستنزف الثروة الوطنية طبعًا، والطبقة المتوسطة هي المتضرر الأساسي من الفساد. بيتهدر مليارات الجنيهات من أموال كل سنة من أموال الشعب. للأسف مصر ما نجحتش أبدًا في مكافحة الفساد في أي وقت من الأوقات، بدليل تدني المستمر ترتيب مصر في الشفافية ومكافحة الفساد من 41 في سنة 1995 إلى 130 السنة اللي فاتت. لازم طبعًا العمل على قضاء على الفساد والمحسوبية بعد أن استفحل في المجتمع، ولازم تغليظ العقوبات ومعاقبة الراشي والمرتشي. لابد من العمل على مكافحة البيروقراطية اللي هي بتكون جزء سبب الفساد، والفساد الممنهج، والمناخ اللي فيه الرشوة والموظفين المتكدسين وتعنت الموظفين في المصالح الحكومية. كل الأمور دي لازم تتحل ضروري علشان نقدر تبقى جزء من مكافحة الفساد. التقارير بتثبت كمان إنه وجود الفساد بيقلل من نصيب الفرد في الناتج القومي. زي ما شايفين في الجراف في صفحة 8، إنه كل ما زادت مكافحة الفساد وكان في شفافية، كل ما آه، كل ما نصيب الفرد بيقل أو يبقى في فقر أكتر يعني. القاعدة الخامسة هي العدالة والمساواة. طبعا العدالة والمساواة دي مهمة جدا. ويعني في مظهر من مظاهر عدم العدالة هو الفقر والقروض اللي بناخدها. فلازم طبعا نعمل على تطبيق القوانين على جميع دون استثناء، وإلغاء الصلاحيات غير الديمقراطية من الدستور بكافة أشكالها. العمل على تسليط الضوء على الشخصيات العامة سواء كان رئيس أو وزراء أو مسؤول، عشان يبقى نموذج يقتضى بيه. دي برضو بتعكس العدالة اللي موجودة في البلد. العمل على السماح بالمزيد من النقابات اللي بتراعي فئات الشعب المختلفة للتوعية والتعرف على الحقوق والواجبات وهكذا. زي ما قلنا القروض الخارجية هي انعكاس على انه في اولويات غير مظبوطة اتعملت، ما بتعودش ما بتعودش مباشرة على الشعب او على الطبقات الفقيرة او على الطبقات المحتاجة. آه، بدليل ان احنا زي ما شايفين في صفحة 10، انه الفقر بيزداد من ايام عبد الناصر، في ازدياد طول الوقت، ما فيش ولا فترة قدرنا نتحسن فيها يعني. الفقر طبعا ازداد بسبب النظام الحكم العسكري، ما فيش شك، لأن النظام فاسد للأسف يعني. مصر بتاعتنا مش بعيدة عن تحقيق الديمقراطية. فزي ما نجحت في إزاحة نظام يعتمد على إقحام الدين في السياسة في سنة 2013، وزي ما أزاحت نظام مبارك الفاسد في 2011 ولو شكليا فقط، يبقى عليها كمان إزاحة النظام اللي بيعتمد على إقحام المؤسسة العسكرية في السياسة، اللي عانت منه مصر من سنة 1952 حتى الآن، وهو الشرط الأساسي للتحول الديمقراطي. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء قادم من حلقات لماذا تحت شعار الديمقراطية هي الحل.